مشاهدينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. اختتام المناقشات في منتدى التنمية والجيوسياسات القرن الأفريقي. هطول جيد للأمطار في شهر أغسطس. وزارة التعليم تقيم برامج العام الدراسي الفائت. رئيس الوزراء الياباني يزور كوريا الجنوبية سعيا للحفاظ على دفء العلاقات. هايتي توسع حالة الطوارئ لتشمل كامل أراضيها. ومقتل 17 تلميذا بحريق مدرسة في كينيا. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. اختتمت مناقشات منتدى حوار العدالة والتنمية والجيوسياسات القرن الأفريقي الذي نظمته وزارة العدل اليوم 6 من سبتمبر. وذكرت وزيرة العدل السيدة فوزية هاشم في كلمتها الختامية أنه يجب العمل لضمان العدالة والسلم في المنطقة وتأسيس أساسات العدالة والتنمية. وشكر المشاركون إريتريا على قيامها بهذا المنتدى التشاوري، مشيدين بالجهود التي قام بها منظمو المنتدى. قدمت في هذا المنتدى أبحاث ودراسات من قبل خبراء إريتريون وأجانب. شارك في المنتدى خبراء قانونيين واختصاصات ذات الصلة من إريتريا والسنغال وإيطاليا ولبنان وإثيوبيا وبلجيكا وفرنسا ونيكاراغوا. أفاد مسؤول الأرصاد الجوية بوزارة الزراعة السيد تخستي ولد جبريل أنه قد تم تسجيل مستويات هطول الأمطار في 139 نقطة مراقبة، وقد تبين أن 79% منها أشارت إلى مستوى هطول أمطار مرتفع، كما أشارت 19% منها بمستويات معتدلة، وأشارت 19 المتبقية مستوى هطول منخفض. وسجل في التقارير عن هطول أمطار في 12 وحتى 17 يوما الأخيرة هطول 632 ملم في حركوك، و560.5 ملم في مندفرة، و476.1 في دربوش، و437.6 ملم في شامبيقو. وسجل في المناطق التي أشارت إلى هطول منخفض ب 37.9 ملم في حسمة، و31.5 ملم في جرات، و26.5 ملم في قحيتم، وكذا 21 ملم في قادم حليب، و22 ملم في جرمايكا. وسجلت في المناطق التي أشارت إلى هطول الأمطار مرتفع بدءا من سمهر من شهر يونيو وحتى أغسطس في حركوك ومندفرة وداسيا وبارنتو وعدخالة، النسب تراوحت ما بين 693 وحتى 953 مليمترات. وأضاف السيد تخستي أن الأرصاد تتوقع مستوى هطول أمطار مرتفع في بعض المناطق وهطول أمطار خفيفة في مناطق أخرى. وأوصى السيد تخستي في الختام المزارعين على مراقبة مزارعهم بجد، خاصة بعد موسم الأمطار الجيد وأوضاع المحاصيل المبشرة والتنبيه من السيول والانجرافات. قيمت وزارة التعليم في اجتماع عقدته يومي 4 و5 من سبتمبر العام الدراسي الفائت، وناقشت برامج العام الدراسي المقبل. وقدمت في الاجتماع تقارير مكاتب الأقاليم ومراكز التدريب المهني ومدارس الجاليات الإريترية في السودان والسعودية، بالإضافة إلى مدارس رياض الأطفال وبرامج تعليم الكبار ودور المجتمع للدفع بالعملية التعليمية. من جانبهم طالب المشاركون بتقييم جيد لعدم الانضباط الذي يظهر لدى الطلاب، وحل إشكالية رياض أطفال المعلمات والوصول بهن إلى مستوى المسؤولية، والدفع ببرامج تنمية الموارد البشرية، والتخفيف من مشاكل البنية التحتية للمدارس بالتعاون مع المجتمع،
وإيجاد حلول للنقص في معلمي اللغة الأم. وتم الاتفاق على إيلاء اهتمام للدفع بالبرامج التي بدأت لتحديد نقاط الضعف وإصلاح المدارس التي دمرتها الكوارث الطبيعية، وتنظيم الدورات التدريبية على مختلف المستويات، والتقييم السليم للامتحانات الوطنية للصفين الثامن والثاني عشر. وفي كلمته الختامية أكد ممثل وزير التعليم السيد بطرس هيلا مريم على أهمية التقييم وحث للدفع بجهود الشراكة لأولياء الأمور لتحقيق جودة وكفاءة التعليم انطلاقا من مرحلة الأساس. كرم 268 طالبا بجائزة الدندنة التابعة للإقليم الجنوبي، ممن أحرز 3 درجات فما فوق في امتحانات الشهادة الثانوية من منتسبي الدفعة 36 للخدمة الوطنية. نظم في 4 سبتمبر الجاري بمدينة مندفر برنامج التكريم دندن السنوي لتكريم الطلاب المتفوقين من المشاركين في امتحان الشهادة من مدارس الإقليم الجنوبي، وبهذا تم تكريم 108 طالبا من أصل 268 و43 طالب وطالبة لإحرازهم الدرجة الكاملة في الامتحان. قدمت شهادات تقدير المدارس التي سجل طلابها أعلى نسبة نجاح لتكون مديرية دكامحر الأولى بتفوق 87 منهم على مستوى المديريات، ومدرسة دكامحر الثانوية بتفوق 59 منهم على مستوى المدارس. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا بالإقليم الشاب قرماي قبرو أن جوائز دندن جزء وتكمل للجهود المتواصلة في رفع المستويات التعليمية وتشجيع المدارس والطلاب على التقدم. وذكر حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبت أبتسفاسيون بدوره الطلاب أن المرحلة الجامعية التي يقبلون عليها تتطلب العمل الجاد والاجتهاد في الدراسة، موصيا إياهم بالتحلي بروح المنافسة الإيجابية وتحقيق طموحهم الأكاديمي. وأوصى سكرتير مجلس الإقليم الأستاذ والداي جبري الجهات المختصة على العمل في مشاركة المجتمع في تشجيع الطلاب، مشيدا إلى جهود الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا. تقام جائزة الدندن لتكريم المتفوقين بالتعاون بين مكتب وزارة التعليم بالإقليم وفرع الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا للمرة الثالثة. وتم تكريم 268 طالب وطالبة في المرة الأولى، تلاها تكريم 345 طالب وطالبة. وأفاد مكتب التعليم بالإقليم بأنه قد أحرز 617 طالب درجات تمكنهم من دراسة برامج البكالوريوس، و405 طالب بدراسة برامج الدبلوم في الكليات لهذا العام. أفادت وكالة الأنباء الإريتريا إرينا بأن الأمطار التي هطلت ليل نهار بدءا من 21 وحتى 30 من أغسطس المنصرم في مديرية صرونة سببت أضرارا في المنازل والمواشي والطرق، وذلك نتيجة للحادث الذي تضرر جسر في خط دكامحر صرونة. بالإضافة إلى ذلك دمر 15 منزلا و35 سياجا في ضاحية عندم، وجرف حوالي 150 هكتار من المزارع في ضاحية عد هرقس. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نوافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. وصل رئيس الوزراء الياباني المنتهي ولايته فوميو كيشيدا إلى كوريا الجنوبية لإجراء جولة من المحادثات آملا في تعزيز العلاقات بين البلدين قبل أن يترك منصبه حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وتباعد بين البلدين خلافات بشأن قضايا تاريخية مرتبطة بالاحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية بين، لكن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول سعى خلال السنوات الأخيرة لدفن الأحقاد، فأحيا محادثات منتظمة مع كيشيدا وعزز التعاون العسكري في مواجهة التهديدات المتزايدة من كوريا الشمالية المسلحة نوويا. وقال كيشيدا إن هذه الرحلة ستسمح بتبادل آرائنا بصراحة وتأكيد اتجاه علاقاتنا الثنائية المستقبلية. وقال سيول إن الزعيمين يعتزمان مناقشة الاتجاه المستقبلي للتعاون الكوري الياباني والتعاونين الإقليمي والعالمي.
قال متحدث باسم رئيس الوزراء غاري كونيل إن هايتي وسعت حالة الطوارئ لتشمل أراضي البلاد بأكملها، وتم وضع القسم الغربي المكتظ بالسكان في هايتي حيث تقع العاصمة بورت أوبرنس تحت حالة الطوارئ في 3 مارس الماضي تحت إدارة سيلف كونيل أورييل هنري، حيث أدى التصعيد الكبير في أعمال العنف إلى إصابة العاصمة بالشلل وفرار آلاف السجناء في البلاد. وتم تجديد حالة الطوارئ مرارا وأضيفت مناطق أخرى في وقت لاحق، بما في ذلك منطقة أرتيبونيت الزراعية التي عانت من أسوأ أعمال العنف، والإدارة الوسطى ونبيس في شبه الجزيرة الجنوبية. والولايات المتحدة هي أكبر ممول للمهمة الأمنية التي تدعمها الأمم المتحدة، والتي طلبها هنري في عام 2022 للمساعدة في محاربة العصابات واستعادة الأراضي. قالت متحدثة باسم الشرطة في كينيا إن حريقا اندلع في مدرسة ابتدائية داخلية بوسط البلاد أودى بحياة 17 تلميذا. وأضافت المتحدثة للإذاعة الكينية أنه تم فقدان أو قد فقدنا 17 تلميذا في الحريق بينما أصيب 14 آخرون. وقالت قناة سيتيزن التلفزيونية في وقت سابق إن النيران أحرقت التلاميذ حتى بات من الصعب التعرف عليهم. من جهته قال الرئيس الكيني ويليام روتو إنه طلب من السلطات التحقيق ومحاسبة المسؤولين وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء. ووقع سلسلة من الحرائق في مدارس في كينيا في السنوات القليلة الماضية، وتبين أن الكثير منها كان متعمدا. في الخبر الأخير في هذه النشرة توجه لإعصار إياغي نحو مقاطعة هايتان الصينية، حيث تستعد سلطات الصين لما يمكن أن تكون أقوى عاصفة تضرب الساحل الجنوبي للبلاد منذ عقد من الزمان. ورفعت وزارة الموارد المائية إلى المستوى الثالث إجراءات الطوارئ الموضوعة للتعامل مع الفيضانات في المقاطعتين. وذكرت الوكالة بعد اجتماع لمسؤولي مكافحة الفيضانات أن ياغي يرجح أن يكون أقوى إعصار يضرب الساحل الجنوبي للصين منذ 2014، ما سيجعل أعمال الوقاية من الفيضانات صعبة جدا. وأجرت السلطات في مدينة هايتان الصينية الكبيرة جنوب البلاد أكثر من 419 ألف شخص بشكل وقائي. وتصل سرعة رياح الإعصار إلى أكثر من 240 كيلومترا في الساعة، وهو يعادل إعصارا من الفئة الرابعة وفقا لبيانات الوكالة الأمريكية للطيران والفضاء ناسا. نختم نشرة هذا المساء مشاهدينا في كل مكان بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. اختتام المناقشات في منتدى التنمية والجيوسياسات القرن الأفريقي. هطول جيد للأمطار في شهر أغسطس. وزارة التعليم تقيم برامج العام الدراسي الفائت. رئيس الوزراء الياباني يزور كوريا الجنوبية سعيا للحفاظ على دفء العلاقات. هايتي توسع حالة الطوارئ لتشمل كامل أراضيها. ومقتل 17 تلميذا بحريق في مدرسة في كينيا. سادتي سيدات، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات الفريق العامل، شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.